طبعا اللي ما أعرف يا جماعة وش هو البرنامج ذا. برنامج أحلام جبت له ناس يمدحونه. ولا هو باي مدح يا ناس، مدح بذلال ومغطين عيونه مشتركين، يعني مسخرة قسم بالله العظيم. يعني من أول بعض الدعاة والمشايخ يقولون الفن عفن، وأقول هذول ما عندهم سالفة متشددين. لا فعلا الآن الفن عفن، شيء يقرف الصراحة. جايبت له واحدة قال لك من معجبات وتقول إني أنا مستعد أخون عشانك يا أحلام. أبغى أرسلكم مقطع، قسم بالله شيء قطعة سب. انت مستعدة تخوني كرمال احلام؟ ايوه. مستعدة تخوني حتى؟ مستعدة اخون الكل علشان احلام. حسيت نفسي اني انا وصلت لاحلامي لاهدافي. انا عارفه تحبوني كثير. اسالكم بالله، هل وجه احلام محرض للخيانه؟ بالعكس والله، اللي يشوف ان يكره الحريم ان غدي بزرنجي من القهر. اي خيانه وهي بطيخ، انت من مبطلات الشهوه، انت كافور يمشي على الارض من شينا الشيطان اللي بكل مره على نياته شيطانت. اتركوا المشتركه اللي تسوي. شوف المشترك الثاني طلبه، قالت لها انت غيرتي لي حياتي، وراه غيرت حياتها. شوفوا تكفون. انت انقذتي حياتي. انقذت حياتك؟ ايوه، زوجي كان بيعاملني معامله اكثر من القاسيه. انت لما جيتيني في المنام قلتي لي نوضي يا هبله، انت ما تستاهلي العيشه دي. انا كنت منطويه كثير وكنت مكتئبه كثير. جيتها بالمنام قالت لها قومي يا هبله، انت ما تستاهلين العيشه ذي، فتغيرت حياتها. يلا شوفوا العفن الفن. يخرب بيتك احلام، ما تجي لحد بالمنام الا على شكل جاثوم، مره لاحقك بخشبه بعسيب، شيء حول كذا. يا جماعه بعيدا عن الطقطق، ايش تبي توصل له احلام؟ يعني هي بمراحل ما قبل سلوى مطيري بالضبط، بل ملي. جميع قنوات العالم يحطون لجنه للمحتوى، لاي برنامج يعرض على القناه. انت يا قناه دبي وين اللجنه ذي؟ ايش الخربط هذا؟ برنامج يعرض ذا. لكن الجميل بالموضوع ان البرنامج ما يبث الا حلقه واحده. ووقفت المهزله هند آل مكتوم، الظاهر مرت محمد بن راشد، وقفت هالمهزله.